الخبر كله بدأ من تصريح بسيط بس عمل دوشة كبيرة. لينارد كارل، اللاعب الشاب في بايرن ميونخ واللي عنده 17 سنة، كان في زيارة لإحدى روابط مشجعين النادي، واتسأل بشكل عفوي عن طموحاته، فطلع منه كلام إنه نفسه في يوم من الأيام يلعب لريال مدريد، وقال إن النادي الإسباني هو نادي أحلامه. الكلام ده انتشر بسرعة، وطبعا جمهور بايرن ميونخ ما عجبوش خالص، خصوصا إن اللاعب لسه صغير ولسه في بداية مشواره مع الفريق الأول. بعدها بأيام الموضوع وصل لإدارة النادي، وهنا تدخل ماكس إيبريل عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية، ووضح الصورة بشكل هادي. إيبريل قال إن لينارد كارل اعتذر بالفعل المسؤول النادي عن التصريحات دي، واعترف إنها كانت متسرعة وما كانش مفكر فيها كويس، وأكد إن اللاعب قال إنه تعلم من الموقف ده، وإنه فاهم دلوقتي إن أي كلمة بتطلع منه وهو لاعب في فريق كبير زي بايرن بيبقى ليها وزن وتأثير. إيبريل حاول يحتوي الموضوع، وقال إن من الطبيعي جدا إن لاعب في سن 17 سنة يغلط أو يقول كلام من غير ما يحسبها صح، وبعد كده يدرك إن كان ممكن يعبر بطريقة أحسن. ووضح إن الأهم بالنسبة له إن كارل داخل الملعب لاعب ممتاز وبيقدم مستوى قوي، أما الحاجات اللي بره الكرة دي فهي بتيجي مع الوقت والخبرة. كمان إيبريل أشار إنه مرتاح جدا من ناحية الموضوع ده، وحس إن الضجة كلها جاية من إن الناس بقت تبص للاعب دلوقتي على إنه نجم واعد في الفريق الأول، مش مجرد ناشئ زي زمان، وده طبيعي يخلي أي تصريح ليه يتاخد بشكل أكبر. لينارد كارل أصلا متدرج في أكاديمية بايرن ميونخ من وهو صغير، ووصل للفريق الأول ووقع عقد ممتد لحد سنة 2028. وعلى أرض الملعب أرقامه بتتكلم عنه، لعب 22 مباراة رسمية، سجل فيهم 6 أهداف وصنع هدفين، وده رقم كويس جدا للاعب في سنة. باختصار، القصة كلها كانت تصريح عفوي اتفهم غلط، واللاعب اعتذر، والإدارة احتوت الموقف وخلصت الحكاية من غير تصعيد، مع التأكيد إن الموهبة موجودة والتعلم لسه مكمل.